مساء الخير أصدقائي صديقاتي. الحقيقة موضوع اليوم أكاذيب وخرافات وأساطير كمال اللبواني. والحقيقة كمال اللبواني مش الوحيد، يعني كمال اللبواني واحد من يوتيوبريين سوريين بيعتقدوا هم مالكي الحقيقة ومالكي الحقائق والأخبار السرية عندهم تقارير المؤامرات العالمية كاملة عن سوريا وعن الثورة السورية وعن النظام السوري. المؤلم انه اي واحد يعني قاعد نهار بالثورة بيعرف انه هذا تخبيص، هذا يعني معيب اصلا بحق نفسهم شلون وبحق الجماهير شلون اللي بتتابع كذا شخصيات. بيطل علينا كمال اللبواني من كم يوم وبينقل بشارة هذا العملية ما في بجيبه انه بشار الاسد معه دماغية وشلون وعمليا هو هسه بموسكو قاعد بتعالج. طبعا نظامه بشيلوش بفرنك لكمال اللبواني، مش راح يطلع يكذب شان، لكن بالاخبار العاديه مستقبل بشار يعني هذا بعديها بيوم وطلع واضح شلون ومبين انه التاريخ حديث يعني زياره له. ف يعني هي هاي ولا بدي اضيف عليها كذبت شو اسمه انه اسماء صارت بالبرازيل وقبلها كانت اسماء متحطط على اسماء هذا شلون، واسماء كانت راحت على لندن هاجرت خلص طقت جوزها وطلقت شلون وماخذ الاولاد كمان. يعني بتحضر اني والله بتألم مش عارف ما بحضرلوش شو اسمه، بعرفه شخصيا الزلمه وبعرف انه هو اصلا كان مناضل بس مش عاكس، يعني عمل جماعي لا يمكن يقدر يقوم فيه شلون. ما بقولش على طيزه دائما لازم مؤامرات هي هون وهذا وشلون بخبص على هذا وخبص على هذاك ودائما عنده عقده النبوه انه انا قلت لكم وراح تشوفوا وتعوا لعندي اذا ما صار كذا واذا مشكله يعني كل كلامه احلام سعيده وخرافات ومؤامرات ومدري شيء. ما هذا ما من شغله يعني بتشوف صحن الحمص قدامك هذا ما بطلعش حمص، هذا بطلع بابا غنوج ومدري ايش دينه ومخبى تحتيه المهم المصيبه وين؟ المصيبة الفيديو اللي القصير جدا اللي طلع يبشرنا فيه بمرض بشار الأسد إنه راح وخلص مات الزلمة شو 40,000 مشاهدة، ومش بس هيك بلشوا يتبادروا شوفوا على الفيسبوك شلون بلشت الناس تحكي فيها وكأنه حقيقة العملية شلون. يعني بدي أفهم واحد زلمة مثلي كمال اللبواني بين الحبس وبين صار له 12 سنة برات سوريا، يعني تقريبا 25 سنة ما له علاقة باللي يصير بسوريا ولا هو بمركز الحدث ولا هو بمركز ولا شيء. اجى بفترة بسيطة قعد شهرين ثلاثة بعضو بالمجلس الوطني شلون وبعدين صار عضو بالائتلاف وما طولش، مو لانه شريف مكي لانه ما بقدرش يشتغل مع حدا شلون بعصب الناس كلها عليه شلون، وانا بعرف ان اشتغلنا نحن وياه انا وعمار قرب شلون دائما لتات على الجامعة بسكتش ودائما مليان هو بيعرف كل شيء وبيعطي نصائح سبحان الله منين تيجي ما بتعرفش. المهم اللي ذكرني شو اسمه تخبيص كمال اللبواني ذكرني بالاكاذيب المعارضه، احنا بكاذيبنا احنا اللي ما له مبرر وكانوا يعتمدوا فيها الاخوان كانوا يعتمدوا على مبدا قال انما الحرب خدعه، يعني اذا فيك شو اسمه بمصاف العدو فيك تعمل الكونفيوجن هذا الاحتيار والدهشه والمدري ف يعني ما بتذكروش كم مره انشق شو اسمه الشرع يعني اول كذبه يعني بلاحظها كانت عندنا بالمعارضه، وبالعلم يعني كنت ناطق يعني بطلع بالتلفزيون قاعد مثل ما هذول اللي بيطلعوا هسه. كنت اول الثوره كنا 3-4 ننطق شلون على التلفزيون اول الثوره اول شهرين من الثوره شلون كلها كانت متخبيه مش عارفانين وين النظام بده يروح بده يسقط ولا بده يعرف شو، فكلها متخبيه ما حدا يرضى يطلع التلفزيون. هسه بتذابحوا فوق بعضهم بطحوا شلون.
فأني بالاستديو بالجزيرة ولا بالعربية ما عادش أتذكر شلون. فبدهم يطلعوا قال النشطاء داخل حوران شلون عم بينقلوا الصورة شو عم بصير وكذا إلى آخره شلون. لكن انتبهت على المحرر الأخبار شلون قاعد بده يجيبوا للناشط هذا شلون. واني والله العظيم بكل احترام يعني الشباب اللي جوا قاعدين تحت القتل والاجرام وهذا عم بتصلوا يعني بعرف اني قديش خطيره شلون. وبالعلم كنا احنا نبعث الساتلايت التليفون الساتلايت وكذا الى اخره يعني. بس بكشفوا النظام خطيره جدا يعني بيقضبوا معهم تليفون ساتلايت قدام هذا ما في. المهم اطلع على شو اسمه لما بلشوا يحكوا شلون يسالوا وين انت؟ يقول لهم بالرمثه. اي رمثه؟ هذا بالاردن. هذا على اساس يكون لازم بصيده ومدري ببصره مدري وين. المهم اكتشفت بعدين انه كل هذول شو اسمه هذا اللي يسمى حاله ابازيد عبد الله ابازيد نصابين كلهم قاعدين بالاردن. وحسان الاسود ومدري مين وهذا على اساس انهم داخل سوريا كذابين كلهم كانوا بالرمثه وبيربد بالاردن. استغربت طيب يعني معقوله هذول كلهم بعثهم قاعدين ساتلايت تليفون ولو عم بحكي مع دايركت مباشره. هو بتكلف يا زلمه كانت تكلف مش تكلف بس الجهاز يكلف الكريدت كارد البطاقه التامينيه اللي يحطها على اسمي يعني ولا يحط مدري شنو مشان التكلفه تبعت المكالمات تبعهم ندفعها عنا شلون. وصار كفر يعني تليفونات ساعه ونص ساعه ومدري شنو. طيب مع مين طب التليفونات هاي شو نطلب احنا شو اسمه الكشف شو تطلع متصل على صاحبيته مدري مين داخل سوريا شو بيتصلوا على بعضهم وبيستخدم الستلايت. طب مع هذا الستلايت على اساس بس شلون الخدمه الاعلاميه للثوره مش ولا تحكي مع خطيبتك ومع صاحبيتك ومدري شو كمان ما يعني كفر كان. والله اجتني مره فاتوره بكيت الا شوي عشان بدي ادفع كنت قسط للاولاد شو ما قدرش ادفعه بدي ادفع الفاتوره. ومع ذلك يعني احنا اعتبرناها من بسيطة أخطاء بسيطة وشغلات وشباب متحمس وكذا إلى آخره يعني ما بدناش نعلق على 300 400 دولار شو اسمه مكالمة واحدة شلون ما بدناش نعلق. أبصر خططوا قاعدين للاستقلال. بس المعيب الكذب والكذب المتبادل مع النظام يعني متت من الضحك لما شو اسمه هذا طلع بنظرية هاي الغواصة الألمانية اللي لقطوها بالفرات يعني ألمانية سووا ولقطوها بالفرات. الفرات اللي عمقه 10 امتار ما ادري قديش أي غواصة بتفوت فيه ولا طبعا المطر وتبع شو اسمه اتهام المتظاهرين بدرعا كان انه هذول شو اسمه قرهابيين وسلفيين وجماعات مسلحه. بالعلم ما كان عندنا طلقه نرمي يعني ما بعرف اذا حدا بزماناته فتح النقاش حوالين شلون تشكل الجيش الحر. انا فيني اقول شلون تشكل الجيش الحر انا كان لي ايد شلون بتشكيل الجيش الحر كبدايه شلون. والله ندور على الطلقه بتعرف شلون وما نقدر نلاقيها وما حدا يقدر يبيعنا اياها ونشتريها من الجنود على 10 طلقات ب10 طلقات ولا تراك ولا مدري وين يعني تعذبنا عذاب القرود شلون. فاي جماعات مسلحه هذا الحكي كمان بحكي لك اياه بشهر 9 و10 2011 يعني بعد 7 8 اشهر من بدايه الثوره والقتل الاجرام. كان وقتها فقدنا اكثر من 30,000 شهيد شلون. ومش بس هيك كان في عندنا فوق 100,000 بالمعتقلات شلون. فيعني بعدين لما صارت دخلت عدد دول وفرطت من ايدنا احنا كثوريين فرطت من ايدنا لانه اللي معه مصاري صار في حاجه اللي بيقدر يدفع السلاح اللي بيقدر. وحتى كان في كثير مصايب يعني تسلم تتعب تشقى تسلمهم 4 5 بواريد لقريه مش على اساس مدري شو يروحوا يبيعون يعني. كانت تمرض خاصة بمناطق شمال سوريا ما فيش حدا عنده أنا على عاتقي ما فيش حدا عنده أخلاق شلون ولا كرامة نصابين كلهم.
نسلمهم مش عندك سلاح من وين يروحوا يبيعوها؟ يبيعوا لنا نظام، هاي اللي بفكعك كمان يبيعوها. والله النظام كان شغلته عملته، احنا نتعب ونشقى ونسلمه. شلون؟ فلذلك اكاذيب كمال اللبواني صارت مقيته. شلون؟ لكن انا بستغربوا يعني بالعلم انه واضحه الاكاذيب، واضح الزلمه اللاجئ سياسي قاعد ببيت بشقه معطيته اياها الدوله السويديه. شلون؟ لا هو كل يوم مسافر على قرنه، ولا تليفونه شو اسمه هذا الواتساب قاعد بتصل ببلينكن بوزير الخارجيه الامريكي ولا الروسي ولا من شنو. مين قاعد بعطيه تقارير على اللي بصير من وراء الستار. شلون؟ بيحلم فينا ذول. شلون؟ وما بعدين كلام اغلب مؤامراته هاي اللي بفكر فيها شلون يعني تتعارض مع حقيقه ما يمشي على الواقع. شلون؟ لكن انا استغربت انا بعين الف جحش ابن جحش شو اسمه مراقبين له الفيديو هذا تبع النصبه الكبيره، النصبه الرقم 1500 شلون عن بشار، وعن انه مريض. ومره بقول لك بشار كان مدري شو دينه، ومره بقول لك مرته فلت على البرازيل، ومره بقول لك مرته فلت على بريطانيا اوريدي، ومره بقول لك بروسيا، ومره يا استحي حالك، معيب بشرفي. وخاصة بالايام ما يعني كذبتك ما بتطولش اكثر من 4 5 ساعات، رايحين جايين العرب لعند بشار وبطلع بيستقبلهم. يعني اخرة الخرطة تلزق يعني شو باسبوع ما فيها 3 4 ايام. يعني معيب بشرفي، معيب كرجل بعمرك شلون كمال، ورجل له تاريخ ما فيها بالعناد ضد النظام. شلون فيعني يستحق حالك، يعني عملت حالك مسخره. لا ومطلع فيديو بعديها وفيديو بعديها مش مستحي، عينه مش مقلوعه. يعني طلع واضح الكذب تبعه 4 ساعات بعد الفيديو تبعه. لما طلع بشار استقبل وودع ومدري ايش دينه، ومع ذلك بقول لك طب اطلع اعتذر، قول والله يا عمي يعني اسف اللي وصلني الخبر مش دقيق، لكن راح لاحق الموضوع واعرف شو بده يصير ولا كذا. يا اخي لا ما مستحيل عاد كذب الثاني، يلا اللي بعده. وانا اللي بشفق عليه الارقام المهوله اللي متابعيته. انا بشبه لحكواتي، تذكروا ايام المقاهي والحكواتيه، في ناس تحب تتسلى بجوز شلون يعني سايق مثلي يعني شلون بيحط واحد من هذول وما متمسح، اللي عم بسمع متمسح له ما بتمه الحقيقه، بده مثل بتفرج على مسلسل مصري شلون او على باب الحاره ولا كذي. هو ما بيسترجيش البس يفوت على داره، هو يعني نفسه اللي قاعد بيسمع ما بيسترجي، اللي بيتفرج على باب الحاره ما بيسترجيش يفوت على بيته ويقول لها يا مرة وتجيبي لي ومدري شو يعني، وبس مبسوط عايش بالخيال انه في حدا بيقدر يسويها، انه يضرب مرته وفوتي له وما عندي كلام شكلين ومدري شو دينه. وبتصور هذول 40,000 اللي قاعدين بيسمعوا كمال النصاب شو عندهم احلام سعيده شو انه تلاعب شو اسمه احلامهم، انه ممكن في عنا هاي في مؤامرات وفي كذا الى اخره. شلون هذا اللي بقهر. المشكله ما فيناش احنا كشعب بكل الشرق الاوسط ما فيناش نتقدم انمله بدون ما نبلش نناقش الخرطات والاكاذيب اللي تنزل علينا. شلون لكن اذا بنستمتع احنا بالاكاذيب والاحلام وكذا، شلون بدك تنشروا هذا من احلامه ومن شو اسمه. وانا يعني بحكي مش على المعارضه بس، يعني بحكي على النظام نفسه كمان. يعني الخرطات طلع ابن العم هذيك امبارح يلا بيناقض البيان الامريكي حول مذبحه التضامن على شو اسمه هذا امجد يوسف، يعني هو انه مو صحيح. طيب يا اخي يعني فيديو وملاحقات كامله واسئله الزلمه صوتيه وصوره وكذا الى اخره، وكله هذا يعني شلون تجذب قاعده امريكا؟ يعني طب اشرح. طيب المشكله ما بقدر يشرحوا بس بقول لك هذا كذب مو صحيح، مؤامره استعماريه ومعروف بقول لك. المشكله معروف من قبل مين؟ ومعروف والكل بيعرف هاي الشغله، الكل بيعرف. الكل مين حبيبي؟
يعني الكل مين؟ الكل. طب يا عمي الكل مين؟ واحد بالصفحة عندي شباب بيطلع بيناقش على موضوع أمجد يوسف، وعلى تقرير قيصر، على صور قيصر. بقول لك الصور قيصر طلع مباشرة عرفوا الناس مين هم ما بعرفش، انه اغلب الصور من كمبوديا ومن شو اسمها، ومن جنوب امريكا ومدري شو. اغلب الصور هذول الضحايا اللي مكتوب عليهم بالعربي شلون بكمبوديا ومدري وين. وتفجير الخليه شلون بيعرفوا هو شخصيا بيعرفوا شلون، بيعرف مين اسمه وشلون هرب على الامارات وما بعرف شو، بس صور هو بيعرفوا اسمه شلون، ما قال لنا شيء. طب قول اسمه ليش خايف؟ هذا مع اساس مجرم ومش من النظام، هو اللي عم بيتحدث بشارع شلون من القبيله شلون. فاني ما يفهمها، اذا انت عارف اسمه وعليش خايف حط اسمه شلون. كمان يعني، والمشكله كمان على تعليقه في لايكات، يعني في ناس مشجع معه انه على بيحكي مضبوط بطل يا فوت عند شو اسمه جماعه شو اسمه الفرقه الناجيه شلون. طبعا بيعتبرني هو من الفرقه الناجيه، يعني الله يسمع منه مثلا شلون. وش اسمه وقف وقفه الصمود شلون. الله يعطيك العافيه، الله محييك، يعني محيي البطن اللي حملت. طيب يا اخي يعني وشلون انت لك عين مثلا تحط قرارات مثل هاي وما دفع عنها؟ بقول لك الكل بيعرف، معروفه. لا والشغله الجديده اللي قاضمينها هسه بقول لك روح شوف مقابلات الوزير القطري الخارجيه القطري السابق. طيب انت شوف، انا بدي اشوفه. يعني ما اختلفنا، الناس كلها بتعرف ان المعارضه مخترقه من نظامك ومن بس انت شفت البقيه الحديث عن بشار؟ يعني انت شفته؟ اذا انت مصدق، يعني بصدق هو القرنه تبعت المعارضه، بس ما بصدق القرنه على المعلم تبعه. يعني انتقائيه مرضيه، شلون انتقائيه مرضيه. يا بتوافق على كل اللي حكى شو اسمه وزير القطري شلون، يا بتوافق يا ما بتوافق عليه كله. اما تختار على كيفك، بتوافق على هاي وهاي لا، هاي شو اسمه انبطاحيه، وهاي بس هاي مضبوطه. المهم بالنسبه للبواني يا اخي استحي حالك، استحي عيشتك. يعني وبعدين يعني كم كذبه بدك تمرقها شلون، يعني ما خلص اذا بتنقذ ما بتنكلش عينك. انقلبت امبارح، وانقلبت الى مبدو على البرازيل، وانقلبت على روسيا، وانقلبت على لندن، وانقلب. استحي حالك. حتى لؤي الجحش، لؤي المقداد شلون لما طلع بالانشقاق العاشر تبع الشرع شلون، هاي بتصور انت اللي وازوا فيها، انت اصحاب انت يعني كان السكرتير تبعك. يعني ما بتصدقش هاي شغله الشرع، ما بتصدقش شلون يعني كم مره بدك تنعاد. وغير يعني لي علاقتي بعيلة الشرع شلون، وكل ما برا والله العظيم كان من قلة عقلي اول مرتين ثلاثه طلعوا انشقاق الشرع، اتصل على اخته واتصل على مدري مين، على بنت اخوه، طلع عمك، طلع خالد، طلع مدري شنو، عم هي طلع شلون اتصلي في على البيت اعرف شلون يتصل على البيت بالجنان شلون. طيب يعني فمن المعيب كان معيب يا كمال اللبواني، يستحي حالك. ومش المعيب كمان، المعيب على 40,000 شو اسمه جحش ملاحقينه لحد هسه بكل الاكاذيب تبعه، وبكل النصب وبكل المؤامرات تبعه والحيوانيات اللي بيطلعها شو. استحوا حالكم. قال له يا فرعون مين فرعونك؟ قال له ما لقيت حدا يردني. وانتم مش هيك، انتم بتشجعوه مش ما بتردوش. المهم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اني من تعصيبي طلعت هذا الفيديو، يعني عم بجهز فيديو على موضوع التطبيع مع بشار الاسد، لانه بتخالف كمان المنطق وبتخالف الواقع شلون. راح اشرح لكم انه هذا من المستحيلات التطبيع مع بشار الاسد، يعني هذا كله اللي عم بيطلع
راح اشرح لكم اياها شلون، بس لما الدنيا عندنا الليل شلون، بس افيق بكره الصبح عندنا عطلة نهاية الاسبوع، واشرب لي فنجان قهوة على كيفك شلون، واعمل الجولة تبعت الاخبار في الجولة اليوتيوبية تبعي شلون، وبعدين ان شاء الله نطلع كمان يعني كلهم على المنطق يعني مستحيل ما في شيء بصير من يعني هذا انتهى عصر المعجزات وعصر الخرافات وعصر يعني اليوم بدك تلحق المنطق شلون، المنطق، وبدك الناس كمان خاصة بالغرب بدك تتعلم انه الغرب ما بيكذب على شعبه، بيكذب عليك تصطفل، بس بحكي على شعبه ما بيكذب، ما بقدر بالبرلمان وبالكونغرس وكذا ما بيقدر يكذبوا عليه، بعطوه بالعبس، مين ما كان يكون حتى الرئيس. فلذلك أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ونلتقي قريبا جدا على موضوع التطبيع. يلا، سلام.